اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير. فيديو النهارده ان شاء الله خارج المطبخ زي ما انتم شايفين كده، احنا مش في المطبخ لا. جبت الكبه السكاني دي يا جماعه، الناس كلها بتتكلم عنها وعن قوتها وقد ايه ان هي عمليه يعني وحاجه جميله كده وتستحملنا. فطبعا جبتها وقلت ايه اعمل لكم عليها ريفيو عشان اي حد محتاج كبه تكون قويه ما يترددش ثانيه ان هو يشتريها. بصراحه انا دلوقتي جربتها يعني، بس عايزه دلوقتي كمان اجربها قدامكم ونشوف قوتها ونشوف ايه النظام بتاعها وهي كام سرعه وكده. هي مبدئيا يا جماعه زي ما قلت لكم هي ياباني. بصي 1500 واط. دي طبعا قوتها 1500 واط، فيها 3 سرعات. يلا بقى نسمي الله كده مع بعض ونفتحها من الكرتونه ونشوف شكلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا الكتالوج بتاعها. وده كمان الغطا اهو. حط بس الكاس كده عشان بتعمل صوت. هي دي يا جماعه اهي. ده الوعاء بتاعها، او هنقول بقى هنتكلم بالعاميه الحله بتاعتها. اهي زي ما انتم شايفين كده. دي طبعا الشفرات بتاعتها، دي الشفرات. ده الضمان اهو. اهي يا جماعه الشفرات بصوا، بس طبعا عليها بلاستيك لان الشفرات حاده جدا جدا اهي. اهي شكلها. دي 8 لتر يا جماعه، دي اكبر حاجه فيها يعني. هي من 2 لتر لحد 8 لتر. خلاص انا طبعا جبت الكبيره بالمره زي ما قلت لكم اهي. هم دول 2 اهم. انت لما تيجي تضربي الحاجه يعني بتبقى 2، ما بتبقاش واحده منفصله لا، علشان كده هي قويه بتفرم معانا اللحمه وكل حاجه. ودي طبعا جايه معاها برضو زي كاوتشه كده عشان تحطيها على الرخامه اهي بالشكل ده، على اساس طبعا لما تيجي تضربي في الكبه تبقى ثابته يعني على الرخامه او على الترابيزه او كده، لان طبعا زي ما قلت لكم هي قويه جدا، فعشان ما تقعدش بقى تجري معاكي وكده على الرخامه. خلاص كده اهي بالنسبه للشفرات، واللي هنقول بقى الوعاء بتاعها وكمان الكاوتش اهي. ده الغطا. خلاص كده. دول شفرتين تانيين يا جماعه يعني بديل اللي هم جوه دول. خلاص اهو نحطهم في الكيس. خلاص يا جماعه. ده طبعا اهو بالنسبه للحله زي ما قلت لكم. بصي الغطا بينزل هنا اهو. بصي اهو بالشكل ده كده. هنشوف بقى ايه الموتور بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره التقفيل بتاعها حلو جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الموتور يا جماعه اهو بتاعها. بصوا بالشكل ده اهو. بصي ايس كريم وكمان بيض، وهنا اللحمه، وكمان ثانيه واحده، وكمان هنا الخضار والفاكهه برضو بتقطع كل حاجه. تعالوا بقى كده نجربها. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي لي الفيشه لو سمحتي يا توتي. بس طبعا قبل ما هنجربها بصوا يا جماعه، هنا الشفرات عليها بلاستيك، لازم طبعا نشيل البلاستيك. نشيلها كده ايوه، بس طبعا بالحرص الشديد لان شفراتها حاده جدا جدا. بص شكلها يخوف. حقيقي شكلها يخوف يعني، حاجه قويه كده جميله جدا اهي. هي كده اهي. اهي يا جماعه دي طبعا 3 سرعات اهي. السرعه الاولى، سرعه تانية، سرعه تالتة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوريها بس كده للكاميرا. بصوا يا جماعه كده على السرعه الاولى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي الفيشه يا توتي. بس ثانيه واحده. دي السرعه الاولى يا جماعه. دي طبعا السرعه الثانيه اهي.
اقوى شويه. دي السرعه الثالثه. بصي تحفه، انا جربتها، بس ان شاء الله اول ما اجي بقى ايه بتفرم اللحمه وكل حاجه اللي قلت لكم عليها. لو انت ست بيت بقى بتجددي كده، او إيه بتجهزي بقى بنوتك او اي حاجه، ما تتردديش ثانيه انك تجيبيها، لان يعني هي بجد جميله. انا جربتها حلوه جدا جدا، وحاجه ياباني طبعا، واحنا عارفين المنتجات اليابانيه كلها جميله جدا. وهتعمر معانا بقى كستات بيوت مصريات وكده، كل يوم بقى المطبخ والكبه والكلام ده كله هتستحملنا يعني. هاتيها يا ستي وعلى ضمانتي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. بس كده، ده كان فيديو النهارده. باي باي يا حبايبي.